عاشوا عباس حياكم حبيبي حبيبي الشباب نقول سوي اشياء راحات الحب على الكبر للروح راحات هاي قلاصات الراح يسمون قلاص راحات تشرب قلاص واحد ما الحب تريد اربعه ماي الحب على الكبر للروح راحات راحات وراحه لو مليت الراح ودينا هناك والله ودينا هناك راحة ويا بدوية عمرك ليش تموت الجبين راحت ليش بدوية عمرك ليش راحت عليك بحب جديد بهالدنيا جديد موتي الحب جديد شلون شكله تدري شنو هو عنده بكره يعني الاموات بس يعني شو تقول الوصول حياوي حياوي بلا يقع يقولك يعني عم يقول ما صرفوا شوي شرعي على طلب وسام هو هذا خالك هو خالك وسام ونمر وسام ونمر ابو نمر ولهم اقلام وحبر يقول قالون والله لا اولادهم مثقفين بناء على طلب وسام شوية يقول اريد كل شيء يقول شل
غريبانة وعلي الليل يا يمه غريبانة وعلي الليل غريبانة وعلي الليل جلجل ظلمة والثياب محيطة بي كل راحي ويا شو اسوي الدنيا افلكيه يا افلكيه خلنا اي والله يا مناصر عاون ناصر لا يا السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحاد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف ففي متونهم نجلا الشاك والريم ويرعى ترى حق بالسيف مو بالقلم انت متعود وراحوا باسم العطاء كريم يلعب لا كريم مرض كريم معرض كريم المعروف يا ابن المعروف اسمعني يا اولاد شجعنا والله كريم المعروف يرعى الحق بالسيف مو بالقلم يرعى بحده واللي يحمله يريد يرعى يا يما يرعى هناك الذيب نصير ما نصير هناك الذيب ويا الشاب يرعى الجلا الشك ولا ريب التايب ابويا استلواكم اكلوا ابني يا طويل يا مثلي والشارع لا تهمني الدنيا
اي والله يشتغل سمع يجي ولد واحد بالقرعان ممكن سؤال بداوي ليش سؤال بداوي اي والله يجي ولد انا مش عليه حتى ما تقول تقول له والحسين يلا احلى شيء والله هذا على لا تقول له لا راح ناصر ما ربيت يصغرون بقلاص انا سامع اكاديميات قديمه حلوه وهي يا من العلمة انا تدل عليه علمة لا هو واحد فاهم ناصر ما شاء الله اخوكم يقول اريد السيف اصدق انباء من الكتب السيف اصدق من القلم القلم بس تكتب بس السيف يجيب الحقوق وهبقال لم تك قتال فما تصنع بالشيء إذا ما تقتل في شلك في شيء إلا ما فما تصنع بالسيف إذا لم تك قتال فكسر حلية السيف وصغها لك خلخال وحزن عندك سيف برتوي حزن خلخال شلك بالسيف يوم الوقت شلك بالسيف يوم الوقت يخلي عليك خلة شلك بالسيف يوم الوقت خلخال موش تكسره وتدعي الصعبات إذا عزان صورة إليك أنت مسلمة إذا عزان صورة إليك خلخال عجل ما خلخال أخير ولا تقول السيف لي يا ولد انا قاعد اسولف عليكم وسمعوا من عندك مو غنى سوالف ابو داود سوالف طيبه واصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفاحل سود الصحائف ففي بدونهن جلاء الشك والجلب نطلع من السيف ما نشر به خلبه براحتك يا براحتك لهنا الليالي لا تظن عنكم ويا الليالي لا تظن عنكم لهنا ترى اللي مسربه ريت الله لا
تمشينا وين لأن مزارو تمشينا لأن عزيز أصبحت بركته علي يا يوم أبويا أبويا يا أبويا ولولا وين بيوتهم والمضايب كانت وين بس الحمد لله الله جمعنا سويا اليوم يوم مباشر الله كريم اليوم يوم مباشر الله كريم هو يكرم ربنا رب العظيم الله يضحك كل ما يخونون الله يضحك كل ما يخونون نريدهم هم ما يردون احنا انت مسلم يلزمون سرعه على البيض عمي غير بالشارع نعم لا ما اقدر هاي الزيت شيخ معه داوي راح اسوي حلقه كامله وثاني ابو لي لا لا كل كلمة متصلة هو لكن ما يطلون لي احنا ليدك موارد انا راد يمي شباب هذول شياب اي شياب وحشين مشهور انا شاب بالي يعرف هذا عكسي انا عكسي اتكلم عكسي كذا عمر معطوش انا لله اذا ما اخذته بس انا اللي بيلاقي بالسجن انت تدري موجود وانت مصور حاضر انت سجلت هو سجل وقت لين كتل ويبدا بيرجع يقول شتيل يذبون على المنطقة كان عارفها المنطقة ذاك الصوب بيت الحمداني صح لابين بيت التميمي محمد عبد الباقي شنعان هم قتلوه جابوه وقفوه بالسجن وقفوه بالسجن سجل يمك يسجل فيها هذا الكلام هاي كلش كبيرة هاي تتبع بالله العراقي بعدين خلك وياك وياك جيب حكم المهم القانون حكمه 20 هو ما قاتل من اصدقاء محمد عبد الباقي شنعان شيخ تميم اصدقاء المحافظ بالبصره قبل ما سوى المحافظ مصرف وعنده صديق تاجر بالعشار الصديق التاجر شاعر وتاجر بس حيل صديق من؟ صديق المصرف الشيخ نفسه ها وصديق المحافظ والمحافظ صديقه مثل يعني ثلاثة أصدقاء المحافظ وبن شنعان والتاجر الشاعر جابوه للسجن ضربوه شامر المحافظ ذاك الوقت المصرف قال محمد عبد الباقي شنعان ايش ما يجون عليه هاي يسمونه؟ مواجهة لا مواجهة يعني ما حد يمنع ممنوع مفتوحة كل ساعة كل ربع ساعة ممنوع مفتوحة مفتوح التاجر صاحبه الحميم خوة عائلية بيناتهم خوة محمدية نظيفة التاجر ما اقدر سد محلاته سد المحلات ساعة تاخذ يوم صاحبه وساعة يرجع لعياله وما يستقر ويرجع لصاحبه لكن اليوم من مرت الايام محكوم 20 سنة هو جاء القانون محكوم مؤبد صدر الامر عليه بعد مؤبد اجى يعتذر منا مدير السجن يجي له مو بيدي يجي عليك الامر مؤبد كلبشو يعني خلوه بالمكان اللي بالقاوش اللي بالكلبشين مرت الايام
بس كل ما يجي التاجر الشاعر عليه طلعوا له بكلبش يقعدون سوا بالسور مال السجن، السجن جو السور بين هذا الحيط وبين الحيط الغلاف البراني. ذاك اليوم هو قاعد بالمواجهه ولان الشرطه حولوا على جاي الكتاب غير شكل، تشك حطوا بينه كلبشه، قال يا انا مو محكوم 20 سنه مؤبد، شاشيل كلبشه، بعد شنو؟ قال المدير السجن انا مو بيدي انا رجال يعني خانشي بالخانشي انفذ انا رجال اي مامور، اجى عليك اعدام وبي وكلنا نروح لله، اجى عليك اعدام. تعرف هاي القصه دشيتها وانا بالسجين وسويت عليها ابيات راح اعوركم تشوف. ولا بيطيق وصلنا للاعدام. النسيان عندي كبر عمر ليت بعد هذول الاعدام حطوه بالاعدام. ايش قال المدير السجن؟ قال له مرصتك من رجال الاعدام. انا بالنسبه لي شيخ تميم وبالنسبه لي اطلب ومطلوب. مرصتك تسحب الشرطه على صفحه وانا صاحب التاجر الشاعر. اريد ابلغ. اي اريد اكتب الاطلب لان هذا اخوي عائليا طلب الناس وهذا اللي ياخذوا كذا كذا لان انا معدوم. كتب قام يا القام قال لي يا القام قل لي قام ابو داوود تاجر الشاعر قال ايش قال؟ بس تاخذ لي نوطه لا تاخذ لي دينار صغير. ايش قال له تاجر الشاعر؟ قال له هذا الحد حكم دارك وصل بيك تهموك وحللوا شتلك هم لابينه بوض مال شيوخ وصل بيك وصل بيك اذا عفوا اذا هذا الحد حكم دهرك وصل بيك تهموك وحللوا شتمك عفوا صلبك لهذا الحد لهذا الحد وصل بيك تهموك وحللوا شتلك وصل بيك إذا ما وصل بك إذا ما قومك تبزع وصل بك صلب إيه صلبك أنت وين ما باشر ضحية معلق راح تجي وراك بيتي بعد روح ابو داوود. بس الحديث مسجل مو سلوي. هذا الحد يقول صاحب التاجر الشاعر يقول محمد عبد الباقر جنعان جميل. هذا الحد وصل يا ويلي وصل معك اتهموك وحللوا جدنك وصل باك اذا ما قامك تمزح بالليل يا اذا ما قامك تمزح وصل بك انت ويا الفجر باكر شنو ضحيه يا غالي. حياك ابو داوود. وهو انتبه قال للمدير انت مو شرطه من نوم انا حطه بيدك لابج. قال للمدير مدير الشرطه هذول السجانين قال له مرفتك انا اطلب وطالب مطلوب واخر الشرطه اللي غاد منها ومنها خليني اوصي صاحبي التاجر الشاعر. التاجر سمع ايش سوى هو؟ هم شاعر الكنعاني محمد عبد الباقر الكنعاني قال له اريد انك القوم وتصل حيهم راح اغنيهم. اريد انك يا صاحبي
توصل حيهم وتنادي للعشيرة بصوت حيهم حيهم العمام يا جميلات قول احنا عمام والاخوة الاخرين العمام ترى عمام والما يعرف العمام غير اريد الناس القوم تصل حيهم او تنادي للعشيرة بصوت حيهم اذا ما لحقوا بهاللي الباجر انا معدوم يا معدام اذا ما لحقوا بهالليل حيهم عمام تصير باكر عار الليل والله اللي راح ود البيت وصل العشيرة قال يابا ينادي يقول حيهم لأن عفوا أطرق هذا البيت ولا 500 دباب طوقوا الملك. أنا قلت ذاك اليوم اللقاء ترى قلت سمعتوا باللقاء بالتلفزيون يقول أبو داود كان طوقوا 500 دباب طوقوا السجن كذبوا السجانين قالوا احنا اخوتكم ترى مو هو رجيمه واحد من السجن ما طلع سجانين اطلعوا بسيتنا محمد عبد الله شنعان واخذوا المفاتيح من الباب طلعوا زلمتهم وذبوا المفاتيح على الشرطه أقول زلمة ضرب بنتي الشرطه خابروا المدير المهم زلمتهم عمر بس بديه كلابش كلبش اخذوه لما اخذوه بكلبش هناك فكوا الكلبش يدفعونه فكوا والله ينتظرون قالوا احنا ننتظر اذا عبرت علينا قوه احنا قوه قويه نشوفها زلم في النخل وزلم فوق النخل وكذا كذا يحرسون على زلمة المشيخ اذا اجت الزلم من الجيوش احنا نعبر في ايران يعبر واذا معكم شوف الصبح شنو يسوي الله والله واذا باقي ساهرين والقهوه عامله بالنظيف وكذا هو قاعد بين عمامه وفكوا الكلبه شوف نديه الحمد لله وللصبح ما بشي اذن الاذان خبشه الله اكون ترى جامع قبال تنومه قبال مضيف بيت شنعان الله اكبر من نزل الاذان قال خلنا نصلي هو باقيين كلام شيء قال بتجيبوا لي طفل من اتحس يعني اكو يعني بالعشيره من اقل فقير رديء جابوا من واحد من العيوش معيبر فريقاته كذا فقير حتى الغاب كذا قال جيبوا لي حط كذا بيمينه على ويا الاذان والله شلون صلى يا ابو سعد؟ شلون صلى؟ صلى ببيت ابو ليه صلى ببيت ابو ليه شلون صلى؟ الله قال الله اكبر يريد يصلي هو جابوا له صغر فرق حط شاله بيده حطه على صدره وقال قل قال بس عباس ابو عباس بس قال اليوم هذا الحكي اليوم هذا ايه العباس قال صاحبه قال لا ذلحت حكم دهرك وصلبات اتهموك وحللوا شتلك وصلبات اذا ما قومك انت تفزع وصلبك انت والبشر باشر ضحيه انت الصاحبه قال لا تودي للعمامي لا هذه المره وصل حيهم غنينا حيهم وين وصل الناس وحط له الطفل على ايد هذا الصلاه صارت قاعد صليله يا روح من الفجر ربك صلي يا روحي يا روحي من الفجر ربك صليله يا روح من الفجر ربك صليله وعمامش اصغر ابن ادم يا شرع طفل
يعتبر هذا للمستقبل مثل عمام مثل ما جو ربوه. عمام الصغار بلاده والشويلات ربوا الصغار اليوم الكبار. حلوه؟ صليله يقول حديد كان يرهبني، صليله عمامي اقطعوه وبكوا الخيط بلدي. اقطعوه اقوى بداوود ونشيلت كور عمامي ونشيلت كور همك 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 جيت المخل وعليك جيت المخل وعليك جيت المخل وعليك جيت المخل مرت موكلة 5 أيام وهنا شنو عدموه، بس الإرادة الملكية بعدها ما يضل 3 صغيرون ذاك الوقت أنا بالسجن أنا هاي مشاهد يعني. بس هاي الأبيات اللي أنا الأبيات اللي صورت الموضوع كله. لا التاجر قال ولا هو قال، انا صورت الحب اللي بيناتهم اللي صار انا قيسته قلت بالسجن على الابيات يعني. قالوا فعلوا بداوود. مرت الايام ما مرت 10 ايام بقوا ينتظرون. المحافظ ود عليها بسلم وانا انت مو صاحبي والله حلو. قال لا من اسلم يعلموني. المهم باقي المكان وجمتها حاصروا شو الجيران ما حاصروا. صلي بعد 10 ايام بالاراده الملكيه ام علياء ام الملك مرت هذه الملك قالت لي يمه لا تعلم قالت زين. رد الملك صاد قال والله قرروا من جديد انا ما موافق. قرروا من جديد بالاطلاعات طب شو الزور صدق كانت شو الزور واحده من المقابل بساتين كبار بيت شنعاء بيت يسمونه لحد الان يسمونه بيت مو الشابندر بالبصره السعدون لا بيت النقيب لا بعد لا يا لا. المهم ما نشوف من بيتهم عائله كبيره عائله الحكم وكذا والشخصيات. تبين اكو شيء مال يعني ما ندري شاف اكو زور وزور بالشهاده. شال راسا قالت له امه شو بتزور بالشهاده؟ اطلق صراحه انت شاف توك صاير مقادمات ولدك تصير ملك تحفيز راسا كان تجي فورا افراج عنه الحمد لله. ويبارك وياه البشره المحافظ ماله شوي ارتاح لانه كانوا يرجون المحافظ لانه صديقه وهو امر المواجهات كل وقت ايه ويطلع ويخلص منها. الحمد لله. روح موال ابو داوود. ما عندنا لا تخلونا دور. اي فوت بيت علي ما احلاني انا من هاي الطوائف. جمال محمد ولا محمود اليوم اللعبه مع السلام. قولوا عنه. قل لك وش قد اهدافه؟ 7 قل لك توصل لي فلوس. راح يطلع الجامعة عنكم. حسام تعصب ويا ولا صوف؟ زي السوق.